بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين. الحقيقة عاوز أعلق على كلام أو لقاء كان يعني للأستاذ الصحفي اسمه مرغني مع بعض واحد من القنوات الفضائية. الكلام ما هو في مجريات المشاكل الحرب هذه. فكان السؤال عن يعني هل السياسيين السودانيين يعني موقفهم شنو، أو هم على قلب رجل واحد، أو هم مع الجيش ولا مع الجيش. فالمهم هو قال أنه يعني قال لا، السياسيين مختلفين شوية، لكن قال أنه كل الشعب مع الجيش. وهذا التعبير هذا الكلام ما صحيح. ليس الشعب ما كله مع الجيش. يعني دي حقيقة الناس المفروض تقولها، أو على الأقل تقتنع بها، لأنه أساسا الدعم السريع يعني متكون من قرابة 100 قبيلة. وخليك يعني حتى لو فرضنا لو بس تحدثنا عن القبائل الكبيرة الأربعة ولا خمسة الكبيرة المكونة للدعم السريع، اللي هي الرزاقات والمسيرية والحوازمة ومعاهم البني عامر، وأخذ معاهم بيغادي مثلا التعاشى ولا السلامات ولا البني هلبة. القبائل دي لوحدها أنا يعني ممكن أكاد أجزم بأنها دي لوحدها يمكن تكون يعني تعدادها يمكن تكون يعني قرابة تعداد الخرطوم، يعني مثلا زي تعداد ناس الخرطوم. لأنه القبائل هذه كبيرة جدا جدا، ودي القبائل اللي كانت حقيقة الصد يعني تصدت للتمرد كل التمرد اللي حصل من 55 لحد ما الآن. يعني لحد ما قامت الحرب دي، كل التمردات والحياة دي كلها، دي القبائل اللي كانت قبائل التماس هي اللي كانت مصدية لكل الحياة دي، لولا أنها القبائل الكبيرة اللي كانت انقرضت أساسا. وغير كده القبائل دي معروفة من حتى من هي اللي كانت صدت الاستعمار، هي اللي حاربت مع المهدي، وغيره. يعني قبائل ضخمة جدا، قبائل كبيرة خالص القبائل دي. فيعني قصد انه دول يقولوا والله كل الشعب السوداني مع الجيش، ده كلام ما صحيح. وايضا حتى يعني في لو اخذت ناس الخرطوم والوسط ولا حتى ناس الشمال، يعني عدد كبير ليس مع الجيش بالمعنى الجيش. الناس مع يعني واحد يقول لك انا يعني الناس مع المؤسسه العسكريه كمؤسسه عسكريه، لكن ما مع المؤسسه العسكريه الحاليه دي المختطفه المختطفينها الكيزان هذه. هذه مؤسسه مختطفينها الكيزان. يعني هسه حاليا الحاجز الوقف قدام بين الشعب السوداني والمؤسسة العسكرية اللي هو الكيزان. والمؤسسة العسكرية هي قيادتها وإدارتها من كان البرهان، كان ناس مجلس ما بعرف اسمه هذا المسمى بتاع الذي يسموه إيه، أركان هيئة الأركان، إيه ما تعرف الناس المسؤولين الكبار بتاع الجيش هؤلاء هم السبب في الحكاية دي. لأنه هم اللي خلوا الكيزان يتغولوا على الجيش ويتغولوا على قرار الجيش. وغير كده الحكاية طبعا ما هو استمرت من حكومة الإنقاذ. التمكين بتاع الإنقاذ استمر، والجيش استمر في نفس نهجه، واستمر في نفس يعني الكيزان مسيطرين عليه. ولأنه الكيزان مسيطرين عليه، هم الكيزان اللي جروه لهذه الحرب. والناس وطبعا كل الناس اللي بيقولوا لا للحرب لجان مقاومة على غيرهم ليسوا مع الجيش، ليسوا مع الجيش. لأنه الجيش لو أصله كان الشعب السوداني ده كله وراه، 40 مليون وراه، ما كان في قوة حتى تقف قدامه. لذلك الكلام بتاع أنه كل الشعب السوداني مع الجيش، هذا كلام ما صحيح، ما صحيح بالمرة. لأنه أساسا التقديرات الغير سليمة ويعني وهنا دي هي سبب المشاكل. لأنه أو هي يعني هسه الكيزان قوموا الحرب دي لسوء تقديراتهم، لأنهم كانوا مقدرين أو حسوا تقديراتهم لإمكانيات الدعم السريع، وسوء تقديراتهم حتى لإمكانيات الجيش نفسه، وسوء تقديراتهم لشعبية الدعم السريع. الدعم السريع عنده شعبية كبيرة. القصة بتاعت أنه هسه واحد يجي زي أخونا يعني أستاذ عثمان مرغني يقول أنه والله ما احترمنا له، يقول أنه يعني كل الشعب مع الجيش، هذا كلام ما صحيح، ما صحيح بالمرة. لأنه يعني لازم الناس تعمل تقديرات صحيحة، ولازم الناس تعترف بالحقيقة الماثلة عشان الناس تصل لقناعة يعني لحلول سليمة لهذه الحرب. لأنه لو قلت كل الشعب مع الجيش معناها طيب الجيش ليه؟ ما الشعب ده لو كله وراه المفروض ينتصر من زمان، المفروض يكون ينتصر لو أصل الشعب ده كله وراه. لكن لأن الشعب ما كله وراه، في نسبة كبيرة من الشعب
مع الدعم السريع بالفعل ذاته، دعمه بالفعل، دعمه يعني مقتنع برؤيته وببرنامجه. القبائل الكبيرة دي كلها يعني الرزاقات والمسيرية والحوازمة والبني هلبة والتعايشة والسلامات والزيادية والرفاعة بتاع النيل الأزرق والرفاعة بتاع بني عامر في الشرق، وحتى نسبة كبيرة جدا من الناس ساكنين في الخرطوم اساسا معظمهم من غرب السودان، يعني معظمهم غرب السودان، معظمهم من القبائل دي نفسها، وكلهم مؤيدين للدعم السريع. وفي نسبة كبيرة من الشعب السوداني، اساسا هي يعني رافضة مبدأ الحرب من اصله، رافضة مبدأ الحرب، وهي ضد الحرب نفسها، ضد الحرب. ما يعني ما ليس ما بالضرورة تكون هي مع الدعم السريع، لكن بنفس القدر ايضا هي ليست مع الجيش وفي حرب دي، يعني ما ليست مع الكيزان. حقيقة الكيزان اللي هسه مسيطرين على الجيش، لأن القرار هسه في يد الكيزان، يعني الجيش هسه يتحرك بأمر الكيزان، فالجيش اللي بيتحرك بأمر الكيزان ده يعني معظم الشعب السوداني أو يعني عدد كبير من نسبة كبيرة جدا من الشعب السوداني بتاع الوسط، الشعب المستنير المتعلم كده، والهنا اللي هو يعني مقاومة، طلاب، على غيرهم، على القطاع هنا المتعلم ده كله، ضد الحرب وضد الحرب، ودول اساسا ليسوا مع الجيش، بصورته هسه، يعني الجيش لسه موجود ده بصورته المتحكمه فيه الكيزان ده ليسوا معه، ولكن ليس بالضروره يكون مع الدعم السريع. لكن الدعم السريع عنده قبائل كثيره جدا معه، وعنده شعبيه ضخمه جدا، وبتمدوا بتمدوا بالرجال، وبتمدوا بالسلاح وباي حاجه، والدعم المعنوي، وشفنا هسه احنا في المعارك في غيره. لكن عشان كده لازم الناس تقول انه ما، يعني قصدنا نقول كل الشعب مع الدعم السريع، مع اقصد كل الشعب مع الجيش، هذا ليس سليم، ليس صحيح، بالمره. الكيزان اتورطوا في الحرب دي لسوء تقديراتهم، لانه قد هنا سوء تقديرهم بيفتكروا انه كانوا من العباطه بتاعتهم، من الغباء بتاعهم، بيفتكروا ان الدعم السريع بكل قوته دي يعني وقت ممكن تقضي عليه في 72 ساعه، او في ورجعوا قالوا اسبوع، ورجعوا قالوا اسبوعين، وهسه استمرت 5 شهور، ولسه طبعا هنا، وهسه حاليا وصلوا لقناعه، وشو الدنيا وصلت لقناعه، والشعب ذاته وصل لقناعه انه اساسا كله ده كلام فارغ ما عنده معنى. الكيزان يعني هم السبب في تدمير السودان هسه هنا، طبعا هم حسوا حيرموا كله السبب في دعم السريع، لكن الجر الحكايه دي، الجر البلد للحرب شو؟ ما هم يعني هم اللي حرضوا على الحرب دي، وهم اللي ولعوا نارها. يعني الكيزان ولعوا نار الحرب دي، لانها يعني هم يعني لما شافوا انه خلاص الحكايه وصلت لمرحله، يعني هم حرضوا كده لما وصلوا الحكايه لمرحله بتاعت انها خلاص هي حتقوم. بعد ذاك بقت الحكايه بس انت لو ولعت بس كبريته كده خلاص تتعد، وهم بدوا الحرب، هاجموا الدعم السريع وبدوا الحرب. دي معلومه طبعا، لكن هسه هم كلهم يرفضوها، والجيش اللي معاهم طبعا حيرفض الجيش لانه ورطوه الناس. طبعا هو حيقول انه والله لا انا ما اعرف ايه، وانا جروني للحرب وكلام، لكن الكلام ده ما صح. يقول انه الدعم السريع وجره، لكن الدعم السريع يعني جعل الكيزان يعني هم المصايب دي كلها بصراحه. لكن عموما هسه يعني التقديرات السليمه للامور صحيحه، ليس كل الشعب مع الجيش، وبالتالي لازم الناس توعي للنقطه دي وتسعى لانه توقف هذه الحرب، لأن الحرب دي كل ما استمرت، هسه الدعم السريع كل ما تستمر الحرب دي زيادة، كل ما ياخذ حتى باخذ يعني ياخذ يلقى داعمين من غير القبائل اللي اساسا كانت موجوده. هسه حاليا كل يوم بنضمر الدعم السريع جهات مختلفه وناس مختلفه، حتى من القبائل، حتى القبائل الافريقيه اللي كانت الدعم السريع زمان بحكم الارث بتاع الحرب البغيض ده كانت ضد الدعم السريع، هسه هي بقت كجزء كبير منها مع الدعم السريع، باعتبار انه مشروع يعني ضد المشروع بتاع دولة 56 الظالمة، الدولة اللي كانت هجمت على هنا، جسمت على أرض هنا صدر الشعب السوداني، وهي سبب التفرق والمصايب دي كلها. عموما إن شاء الله ربنا يعني يجيب العقل السليمة، وربنا يعني إن شاء الله يوقف هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله أنه يعني الناس تصل لوفاق سليم في أسرع وقت ممكن، ويوقف هذه الحرب، وإن شاء الله بإذن الله يرجع السودان لوضع أفضل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.